عايزه اقول له رساله ان انت قبل ما تعمل اي حاجه راعي ان انت عندك اخوات، وراعي ان انت عندك ام، وراعي ان انت عندك حاجات كتير. انا مش هرضى ان انا اشوفك مأذي في يوم من الايام زي ما انت اذيتني. انا بقعد كل يوم افتح صورك واتفرج عليك، بندم على اليوم اللي انا عرفتك فيه. حابه تحكي عن موقف حصل لك في حياتك او حد خذلك قبل كده؟ هو الفيديو هيشوفه صح؟ الله اعلم. انت حابه توجهي رسالتك لمين؟ البني ادم اللي انا حبيته. ايه اللي حصل بقى؟ عايزه اوصل له رساله. بصي بقى للكاميرا ووصلي له الرساله اللي انت عايزاها والمايك معاكي اهو. عايزه اقول له ان انا ندمانه ان انا حبيتك، وندمانه ان انا امنت لك اصلا، وندمانه ان انت دخلت حياتي جدا. انت ذنب هفضل طول عمري عايشه ادفع في ثمنه، بس انت بسببك مش هعرف احب تاني، مش هعرف ادخل حد تاني حياتي. عايزه اقول لك ان انا مش مسامحاك، والله ما هسامحك، لان انا حبيتك بجد. صدقني والله العظيم ما هسامحك. بس هو عمل معاكي ايه بالظبط؟ هو مش لازم أنا اقول هو عمل ايه، بس هو انا مش مسامحاه. هو لو شاف الفيديو هيعرف هو عمل معايا. تمام، مش حابه توجهي له تاني اي رساله؟ عايزه اقول له، هقول له حاجه. البنات مش لعبه، والبنات عمرها ما كانت سلعه. لو انت مش قد كلامك ما تقولش كلمه بحبك. بصي، قبل اي حاجه انا مش عايزك تزعلي من الموقف اللي حصل لك منه دون. هو بني ادم، شخص ما يستاهلكيش، ودي حقيقه فعلا ان هو يسيب بنت زيك كده ويلعب بيها في الاخر. دي مش حاجه كويسه، وانا بس مش عايزك تزعلي ومسحي دموعك، ومفيش حد يستاهل دموعك دي. اتفضلي قولي. عايزه اقول لك ان الوعد دين، ووعد الحر دين عليه، والدين ما بيوفوش الا الرجاله بس. يعني صعب ان راجل يوعد اليومين دول ويوفي، غير لما يكون متربي فعلا على طبلية ابوه وابن اصول. من الاخر انت بتوجهي رساله ان هو مش راجل. مش حكايه هو مش راجل، صعب ان انا اقول له كده عشان دي هتبقى عيبه برضو، لان انا برضو زي ما شفت منه الوحش شفت منه الحلو كتير برضو. بس انا عايزه اقول له بس رساله، عايزه اقول له رساله ان انت قبل ما تعمل اي حاجه راعي ان انت عندك اخوات، وراعي ان انت عندك ام، وراعي ان انت عندك حاجات كتير. انا مش هرضى ان انا اشوفك مأذي في يوم من الايام زي ما انت اذيتني. انا بقعد كل يوم افتح صورك واتفرج عليها، بندم على اليوم اللي انا عرفتك فيه. هي دي يا جماعه الناس اللي متربيه حقيقي. طب اخر سؤال معايا، اخر سؤال معايا ونقفل الحلقه. ممكن ما تعيطيش؟ خدي منديل، خد اتفضلي. واتعرض عليك ان انت ترجعي له تاني، توافقي ان انت ترجعي له ولا خلاص كده؟ مش هرجع له برغم ان انا لسه بحبه. انت لسه بتحبيه بس مش هترجعي له عشان اللي عمله فيكي، صح كده؟ انا مش عايزك تزعلي، وهو شخص ما يستاهلكيش، ودي حقيقه فعلا. انا اتشرفت بيكي جدا في الحلقه بتاعت النهارده. شرف ليا. ربنا يخليكي، شكرا.